تعرف إنه الكبد هو العضو الوحيد يلي بيقدر يرجع يجدد حاله؟ الكبد هو البطل المجهول اللي بيشتغل بصمت كل مرة بتشرب فيها كحول. يعني حتى لو تضرر بيخلق خلايا جديدة محل القديمة، بس بشرط تعطيه فرصة. ما حدا عم يمنعك عن الشرب، بس إذا بدك تحافظ على كبدك بدك تعرف كيف الكبد بيشتغل وكيف لازم تحميه. أولاً، شو بيصير بالكبد لما تشرب كحول؟ من بعد أول رشفة الكحول بينتقل من المعدة للدم، بعدين للكبد، وهون ببلش الشغل الحقيقي. الكبد بيحول الكحول لمادة تانية اسمها أسيتالديهايد، وهي مادة سامة أكثر من الكحول نفسه. وبعدين بحوله لمادة تانية اسمها أسيتات يلي بتتحول لطاقة. بس المشكلة لما تشرب بسرعة أو بكميات كبيرة، الكبد ما بيلحق يكسر الأسيتالديهايد، فبتتراكم هالمادة وبتسبب التهاب بخلايا الكبد، تعب وخمول وتراكم الدهون بالكبد. وهون بيصير يلي بنسميه فاتي ليفر أو الكبد الدهني بسبب الكحول. طيب كيف بتحافظ على كبدك وانت بتشرب كحول؟ أولاً، اشرب مي قبل، بعد، وأثناء شرب الكحول. المي بتهون عمل الكبد وبتخفف تراكم الكحول بالدم. اثنين، كل قبل ما تشرب، خصوصاً المأكولات الغنية بالبروتين والدهون الجيدة مثل السامن، البيض والأفوكا. هول ببطئوا امتصاص الكحول وبيعطوا وقت للكبد لحتى يتعامل معه. ثلاثة، خذ استراحة من الكحول يومين لثلاثة بالأسبوع. هالاستراحة كفيلة إنه تخلي الكبد يرجع يجدد الخلايا بهالفترة. طيب كيف بتدعم الكبد؟ الكبد هو جهاز التنظيف الطبيعي بجسمك، ما في مشروب سحري بنظفه، ولكن في أطعمة بتخليه يشتغل بطريقة أفضل وبتدعمه، مثل التوت بكل أنواعه، التفاح، الجريب فروت. هولي مليانين مضادات أكسدة وبيحموا الخلايا من الالتهاب. الخضار مثل السبانغ، البروكولي، الهندبة، الخرشوف، كلهم فيهم مركبات بيدعموا أنظيمات تنظيف الكبد. وعصير الشمندر الأحمر بحفز إنتاج أنظيمات بتدعم الكبد. البروتين مثل الدواجن، الفاصوليا، العدس وغيرها كتير، والأسماك الدهنية مثل السامن يلي فيه أوميغا 3، هول بيخففوا الالتهابات وبيمنعوا تراكم الدهون. الدهون الصحية مثل الأفوكا، الجوز واللوز، كلهم فيهم فيتامين إي ومضادات أكسدة بتقوي الكبد. التوابل مثل الثوم والكركم بيدعموا أنظيمات إزالة السموم بالكبد وبيخففوا الالتهاب. وأخيرا المي بتسهل عمل الكبد بإزالة السموم بشكل أسرع. وكمان الشاي الأخضر خيار ممتاز لدعم الكبد. بس في شغلة لازم تكون واضحة وأساسية قبل التكلم عن أي دعم أو تنظيف للكبد. الراحة من الكحول هي الخطوة الأهم لتعافي الكبد. الابتعاد عن المأكولات المصنعة، السكر الزايد والملح والدهون المشبعة. وإذا في مشكلة بكبدك ضروري تستشير طبيب. نصيحة مني إلك، الكبد بيتحمل ضغط بس ما بينسى. عامله باحترام وخفف الضغط عليه، لأنه بالنهاية صحتك مش لعبة. اشرب بمسؤولية على طول.